هكذا بدت الوجوه قبل أن تبدأ المواجهة، ترقب وانتظار وخوف من الوقوع في المحظور. ديربي العاصمة الاقتصادي المثير بين الرغبة الرجوية في تجاوز كبوة الكأس والاقتراب من الزعماء وبين الطموح الوداد في مواصلة الزحف نحو القمة. رهانات مختلفة لكن الهدف واحد، الفوز بالنقاط الثلاث. كعادته حوار الرجاء والوداد يتسم بجرعة كبيرة من الندية والإثارة، لذلك فالجماهير ملأت مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس، بل حتى ألترا الوينرز الغاضب على المكتب المسير للفريق الأحمر أبت إلا أن تحضر بكثافة وألا تضيع عرسا كرويا لا يتكرر في الغالب سوى مرتين في الموسم. قبل أن يبدأ التنافس في الميدان، تنافس آخر في المدرجات بين عشاق قطبي الكرة البيضاوية. لوحات فنية من أيادي مبدعة ورسائل من هذا الفريق أو ذاك. ففي المدرجات الودادية أكثر من رسالة وأبرزها أكرم إرحل. أما في الجانب الرجوي فكأس العالم للأندية هي الغاية والمنى، وكأن الجماهير الخضراء تدعو فريقها لنسيان كبوة الكأس المحلية والتطلع لمشاركة مشرفة في الكأس العالمية. ولأن كلاسيكو المغرب ليس لقاء عاديا، تعيين الحكم مهمة صعبة تتم بعناية. رشيد بوالحواجب سيكون قاضي الميدان في أول تجربة له في الكلاسيكو رغم أنه في خريف عمره المهني. في تفاصيل النزال اتسمت البداية بالحيطة والحذر، فالفريقان معا تجنب الاندفاع الهجومي خوفا من تلقي هدف مبكر يربك حساباتها. نادر لم يغري الذي لعب الديربي 19 له وهو رقم قياسي يتقاسمه مع الرجوي السابق عبد اللطيف جريندو، كان في أمن وأمان وهجمات النادي الأخضر لم تزعجه إلا نادرا. الوداد الضيف هو الآخر لم يدخل نسق المباراة مبكرا، فانتظر لنحو 20 دقيقة ليسدد اللاعب الأصبحي فوق المرمى. تسديدة كانت بمثابة تهديد ووعيد وبداية لما هو قادم. الدقيقة 25 ضربة خطأ من على مشارف منطقة الجزاء. البوركينابي بكاري كوني المتخصص يسدد بإتقان، والحارس العسكري يكتفي بالمشاهدة والجماهير الودادية تحتفل بهدف السبق. بعد الهدف تكتل أبناء القلعة الحمراء في الدفاع وأغلقوا المنافذ في وجه هجوم الخصم فغابت الحلول، وعندما سنحت الفرصة للحافظ لمعادلة الكفة تأخر وسدد في الاتجاه الخاطئ، وكأنه لم يتجاوز بعد تأثير تضييعه لضربة الجزاء الحاسمة التي منحت كأس العرش للدفاع الحسني الجديدي. الفرحة الودادية بهدف التقدم عكر صفوها إصابة اللاعب زكريا زهيد في الدقيقة 40 ليعوضه ياسين الرامي. حسابات المدرب طالب كادت تتبعثر أكثر بعد إصابة الكونغولي فابريس أونداما، لكنه وصل اللعب. في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأول ارتفع إيقاع اللاعب فسدد الهاشمي فوق المرمى، ثم هجمة خطيرة أنهاها عصام الراقي خارج الشباك. رد فعل الوداد كان أخطر بعدما ضيع الجابوني مالك إبونا هدف مضاعفة الغلة، لينتهي الفصل الأول من ديربي الأشقاء بأفضلية ودادية. في الشوط الثاني تبادل الفريقان الأدوار فدانت السيطرة للنسر الأخضر مع خطورة حمراء بين الفينة والأخرى، حيث كاد ملك إبونا أن يقتل المباراة بهدف ثان، لكن الحارس العسكري كان في المكان المناسب. في غياب الحلول لجأ فاخر لأوراقه الرابحة في دكة البدلاء، فأشرك ديوكاندا وشطيبي والجيلاني وأخرج مابيدي ويجور والحافظي. تغييرات منحت دماء جديدة للهجوم الرجوي الذي حاصر الدفاعات الودادية فسدد كروشي ببراعة، والقائم أنقذ الموقف. أشطيبي برأسية جميلة يخطئ الشباك. مع توالي الدقائق اعتقد الجميع أن النقاط الثلاث في طريقها لرصيد الوداد، لكن العاجي كوكو هيلاير غير المراقب برأسية جميلة فاجأ الحارس نادر لم يغري وسجل هدف التعادل قبل دقيقة واحدة على صافرة النهاية، لأبى حوار الأشقاء إلا أن ينتهي متعادلا في نسخته 15 بعد 100. كنا أقرب باش ننتصروا، للأسف نفس الأسطوانة اللي كتكرر وكيشجعوها الحكام هما ضياع الوقت، وعلى الآخر كاينين 3 دقائق. خذوا انتم الكرونو ودوروا واش 3 دقائق اللي كاينه. دوزيام افيرتيسمون بغاش يعطيها الفتاح. كاين ان اربيتراج خاص بالديربي ما نخص الخاطر حتى واحد. ان الكره كانت عند الوداد، المفروض ان الشرط يتلعب عند الوداد. فريق رجاء سبقوا الكره لعبوها،
ظن اللاعبين ديالنا استرخاو لان كان واحد الاسترخاء ذهني، لان ظنوا ان الفريق غيعطيهم الكره، ولكن هما بحكم تجربتهم لعبوها تسجلت علينا. ولكن الحمد لله ان الفريق الوداد كان حاضر بالشباب ديالو بالشبان ديالو بالجمهور ديالو، والحمد لله. الفعل يعني بعد واحد السيطره يعني سواء في الشوط الاول والشوط الثاني، يعني كنا متحكمين في زمام المقابله وتلقينا هدف يعني في هدف مباغت، وكان على الاتحاد كتبقى نتيجه التعادل في الديربي، فهي بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه. كما نقول لك فالحمد لله الشوط الاول ما ظهرناش بواحد المستوى جيد. الشوط الثاني حاولنا يعني نداركوا الموقف، المدرب يعني اعطانا الاشياء اللي خصنا نلعبوا عليها، والحمد لله جات الاكل ديالها بنتيجه التعادل. تنظن بان نتيجه التعادل ايجابيه للفريقين. التعادل الأخير كرس مصير الدربي البيضاوي في المواسم الأخيرة، والذي تعود أن ينتهي بلا غالب ولا مغلوب. نتيجة لم ترضي الجماهير، لكنها قد تكون منصفة لفريقين تقاسما السيطرة على شوطي المباراة. لكن الأهم هو أن رجاء الشعب ووداد الأمة في كوكبة الصدارة في انتظار تحقيق طموح الجماهير والانقضاض على الزعامة في قادم الجولات.